بنتكلم على مناطق التعرق في الجسم اللي هي في تعرق الطبيعي النورمال، وفي حاجات بقى بتبقى خارجه عن الاطار الطبيعي. يعني في ناس ايديها من جوه بتعرق بشكل مبالغ فيه جدا بالزبط. وصيف وشتاء طول الوقت، مثلا لو قفل ايده شويه او سايق او بتاع، فجاه يلاقي ايده كلها مية. او ايدها كلها غرقانه ميه. صحيح. طيب هل في علاج للمشكله دي؟ دلوقتي بقى له من فتره. خلينا نعرف بس ايه السبب الاول ورا الموضوع دوت. يعني هل دي حاجات جينيه بس، ولا دي حاجات ممكن حاجات مكتسبه طبيعية من الطبيعه؟ لا، هي عاده بتبقى الكلاينت ده او الشخص ده مولود بهذه المشكله، ايده بتعرق جامد. الغده العرقيه دي حضرتك بتبقى موجوده في مناطق معينه في الجسم مع متصلات الشعر، وفي راحه الايدين طبعا بتبقى الغده العرقيه موجوده بكميه كبيره. شيء طبيعي ان الايد تعرق، بس مش صح انها تعرق بطريقه زياده عن اللزوم. يعني في ناس كانت بتتعرض للمشكله دي لدرجه تقول لك انا لو صاحب شركه مثلا يقول لك انا مش عارف امضي الشيكات، انا عندي مشاكل في البيت بسبب ان ايدي على طول بتنزل ميه، مش عارف امسك الحاجه تقع مني. فموضوع تعرق الايدين سمعنا مشاكل كمان عن بين ازواج وزوجات بيشتكوا ان يعني مشاكل قويه جدا. مجرد ما الزوج بيلمس ايد زوجته ولا حاجه بايديها بتغرق، او العكس يعني، فبتبقى حاجه بتضايق يعني. البيت كله بيفشل، ما بيكملش بسبب مشكله زي كده، في حين ان العلاج بتاعها شيء بسيط قوي. هي جلسه بوتوكس، هي فقط هو جلسه بوتوكس بتتحقن بشكل معين، اذا كانت للايد او لتحت الابط بجرعات معينه على مسافات معينه، والمنتهى المشكله دي بتنتهي تماما تقريبا 90% من المشكله. يعني مثلا هو بيعرق بالمعدل ده، هيعرق بمعدل اقل بنسبه 90% من مشكلته الاساسيه.